انت تعرف ان الصندوق الاسود مش اسود؟ كلنا بنسمع عن حوادث الطيران وان اول حاجة بيدوروا عليها في حطام الطائرة هي الصندوق الاسود. والصندوق الاسود ده عبارة عن جهاز بيسجل كل حاجة بتحصل في الطيارة من تفاصيل دقيقة، من اول ما الطيارة بتشتغل في المطار لغاية ما ترجع من الرحلة. وبرغم ان الجهاز ده لونه برتقاني الا انه معروف بالصندوق الاسود، وده لانه مرتبط بكوارث الطائرات وبيحمل الدليل الوحيد اللي ممكن الاعتماد عليه في تفسير سر الكارثة بعد وقوعها. واللي اخترع الصندوق الاسود هو خبير استرالي اسمه ديفيد وارن في خمسينيات القرن الماضي. والصندوق الاسود في منه نوعين في الطياره. النوع الاول هو صندوق تسجيل الاصوات في غرفه القياده وبيطلق عليه الجي في ار، والصندوق الثاني خاص بتسجيل بيانات الطيران بصوره عامه وبيطلق عليه الاف دي ار. وزن الصندوق الاسود حوالي 2 كيلو جرام بس، وجواه لاسلكي بيشتغل تحت الميه، ولب معدني بيستحمل الصدمات الهائله، وجواه شريحه ذاكره قد حجم ضفر الصباع تقريبا. لو اول مره تعرف ان الصندوق الاسود طلع برتقاني ما تنساش تعمل لايك وفولو.